السباك اللي كان بيعمل لهم الشقة قال لهم إن هو بيعالج بالقرآن ويقدر يعالج بنتها لو معمول لها حاجة بعدم الجواز، وجاب مية وقرع عليها وطلب من البنت وأمها يشربوها. بس اللي عمله بعد كده معاهم شيء ما يستوعبوش عقل. وتبدأ الحكاية من محافظة الأقصر في الصعيد، في قرية صغيرة اسمها العوامية اللي بتعيش فيها الست عيشة وبنتها الوحيدة. وفجأة ومن غير مقدمات بيموت جوز الست عيشة وسابها هي وبنتها اللي كان عندها في الوقت ده 14 سنة، وكانت طالبة في إعدادي. وبترفض ست عيشة إنها تتجوز مرة تانية علشان خاطر بنتها، ولأن معاش جوزها كان مبلغ كويس قدرت إنها تعيش بنتها كويس وتعلمها، وتخرجت فعلا من كلية التجارة. لكن المشكلة وقتها إن الست عيشة من يوم وفاة جوزها وهي قافلة باب بيتها عليها هي وبنتها، وملهاش أي علاقة اجتماعية مع أي حد سواء من القرايب أو المعارف أو حتى الجيران. وكان كل خوف الست عيشة إنها تودع الدنيا وتسيب بنتها لوحدها، فكان كل أملها في الحياة إن بنتها ربنا يرزقها بابن الحلال وتتجوز. بس للأسف كل البنات اللي في سنها اتجوزوا واتخطبوا، وبنتها ما كانش في حد بيتقدم لها أصلا. وكانت في الوقت ده بقى عندها 25 سنة، وأمها كانت رافضة إنها تشتغل بعد ما اتخرجت من الجامعة لأنها كانت خايفة عليها ومش عايزاها تتبهدل. بس البنت حاولت تقنعها إنها لازم تنزل وتختلط بالناس علشان ممكن تقابل ابن الحلال وتتفك عقدتها وتفرحها وتتجوز. وفعلا أمها وافقت ونزلت البنت اشتغلت في مكتبة قريبة جدا من بيتها. وتمر سنتين كمان والبنت بقى عندها 27 سنة، وبرضه محدش جه يتقدم لها أو ارتبطت بأي نوع من أنواع الارتباط. ويبدأ خوف الست عيشة من عدم جواز بنتها وبيتحول لحالة وسواس قهري، وبقى كل تفكيرها إنها تجوز بنتها وتطمن عليها علشان تبدأ رحلتها مع الدجل والشعوذة وزيارة بيوت أولياء الله الصالحين علشان تلاقي لبنتها حل قبل ما يفوتها قطر الجواز، لأن وصول البنت للسن ده في قرية في الصعيد يعتبر كده دخلت في مرحلة العنوسة. لكن للأسف كل وصفات الدجالين والمشعوذين ما عملش حاجة، والبنت برضو لسه ما اتجوزتش لحد ما يوصلوا لسنة 2016. والحاجة عيشة بقى عندها 50 سنة والبنت عندها 28 سنة. وكانت الحاجة عيشة خلاص يئست من جواز بنتها، ففوضت أمرها لله، وكانت واثقة إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيخيب ظنها. وفي يوم بتحصل مشكلة في مواسير الصرف الصحي في بيت الست عيشة، فبتجيب سباك علشان يصلحها. والسباك ده اسمه إبراهيم وعنده 37 سنة ومتجوز وعنده 3 أولاد، وكان عايش في أول قرية الست عيشة. ولما راح علشان يصلح المواسير لقى ان الشغل كتير ويحتاج اكتر من يوم علشان يصلح السباكة. ومع تردده كل يوم على بيت الست عيشة بيلاحظ انها ست ارملة وعايشة لوحدها هي وبنتها، ومفيش حد بيزورها او حتى في اخ من اخواتها واقف معاه وهو بيشتغل. وحس ساعتها انها مقطوعة من شجرة، ولفت نظره كمان انها لابسة كمية دهب كتير، فقال بينه وبين نفسه اكيد الست دي في دهب غير اللي هي لابساه في ايديها في البيت، واكيد كمان في فلوس. ولأنه كان شخص طماع وكمان في نفس الوقت بيمر بأزمة مالية وعليه ديون، فقرر إنه هو يسرقها وبدأ فعلا يخطط لسرقتها. ولأنه كان عارف ومتأكد إنها بتعامله زي ابنها فبدأ ياخد ويدي معاها في الكلام. وسألها عن بنتها وليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي، علشان تبدأ الست عيشة تقوله برغم إنها جميلة ومتعلمة مفيش حد بيتقدم لها لغاية دلوقتي. ومن هنا بيلاقي الأسطى إبراهيم مدخل يقدر بيه ينفذ خطته، عشان كده بيقول لها ما تدوري وراها ممكن يكون معمول لها عمل. وطبعا الست عيشة ما بتصدق وتبدأ تتكلم إنها لفت على الدجالين والمشعوذين وما خلتش باب إلا ما خبطت عليه. بس للأسف يبقى الحال على ما هو عليه، والبنت برضه ما تفكتش عقدتها. وساعتها يقول لها ان كل شيء اسمه ونصيب، وانه بيعالج اصلا بالقرآن، وانه يقدر يفك اي حاجة معمولة لها، وبيعمل الخدمة دي لوجه الله من غير اي فلوس. وفعلا بتتخدع الست المسكينة في كلامه وبتصدقه لانها كانت زي الغرقان اللي بيتعلق بقشاية. وتروح الست عيشة لبنتها علشان تقنعها ان الأسطى إبراهيم معالج روحاني وكل اعتماده على القرآن الكريم، وانها حاسة ان حل عقدتهم هتبقى على ايده. وفعلا البنت تقتنع بكلام امها، ويبدأ الأسطى إبراهيم يقول لهم إنه لازم يعمل جلسات للرقية الشرعية وتحصين البيت من الأذى والضرر. وبعد كم جلسة من العلاج وقتها بيأكد للست عيشة وبنتها إن في عمل وسحر سفلي معمول لهم هما الاتنين، وهو اللي موقف حال البنت من الجواز. وبعد ما بيقنعهم بكده ساعتها بيطلع إزازتين مية صغيرة من شنطته وبيقول لهم دي مية مقروء عليها بالقرآن فيها الشفاء من السحر والأعمال السفلية. كل واحدة منكم هتشرب الإزازة بتاعتها وبعد كده هتدخل على أوضتها وتنام في سريرها،
ووقتها تحسوا بتنميل في جسمكم وبخمول وهمدان وإحساس إنكم عايزين تناموا. ساعتها ما تقلقوش من أي حاجة، لأن الجن كده بيتخنق وهيطلع من جسمكم، وده معناه إن العمل اتفك وبطل مفعوله، وهيكون فرح الأستاذة إن شاء الله آخر الشهر. ومن غير مناقشة بتاخد الست عيشة هي وبنتها إزاز المية ويشربوها، وبتروح كل واحدة منهم على أوضتها زي ما قالهم بالظبط، ويدوب هما دقيقتين وبتروح الأم وبنتها في نوم عميق، لأنهم ما كانوش عارفين إن الأسطى إبراهيم حطلهم منوم شديد المفعول في المية اللي شربوها. وبعد ما يتأكد الأسطى إبراهيم إن الست عيشة وبنتها ناموا خلاص، يبدأ ينفذ الجزء التاني من خطته اللي اعتمدت على ذكائه وسذاجة الست عيشة وبنتها، وسرق كل الذهب اللي كانت لابساه الأم وبنتها، وقعد يدور على كل ما هو غالي ونفيس علشان يسرقه، وسرق كل حاجة موجودة في الشقة حتى تليفونات الأم وبنتها. وبعد ما تم مهمته بنجاح وجمع كل المسروقات في شنطته، وكان بيستعد علشان يخرج من الشقة، وقتها بيقول لنفسه ما الست وبنتها يفوقوا من النوم كمان كام ساعة، وأكيد هيروحوا اسم الشرطة ويبلغوا عنه ويتقبض عليه ويدخل السجن، ويبقى كده العملية جت عليه بخسارة. وبعد ما بيفكر ساعتها بياخد القرار إن هو يتخلص من الست عيشة وبنتها، ومن غير تفكير بيدخل على أوضة الست عيشة الأول وبيخنقها بالطرحة اللي كانت على شعرها، وبعد ما بيتأكد إنها ماتت بيروح على أوضة إلهام بنتها وبيتخلص منها بنفس الطريقة. وبعد كده بياخد شنطة المسروقات بتاعته وبيهرب من بيت الست عيشة بسرعة ومن المنطقة كلها. ويمر يوم وإلهام ما بتروحش المكتبة اللي بتشتغل فيها، فصاحب المكتبة بيتصل عليها في التليفون فبيلاقيه مقفول، فكان مستغرب جدا إنها غابت من غير ما تستأذنه، فبيتصل على أمها هي كمان فبيلاقي برضو تليفونها مقفول. ولأن صاحب المكتبة كان عارف ظروف إلهام وأمها الست عيشة وإنهم عايشين لوحدهم ومفيش حد بيزورهم أو بيودهم، عشان كده بيقلق عليهم وبيروح البيت عندهم ويبدأ يرن الجرس ويخبط بكل قوته، بس طبعا مفيش حد بيرد ومفيش أي حركة جاية من جوه الشقة، علشان كده بيقرر إن هو يكسر الباب، وبيستعين ببعض الناس في كسر الباب علشان لما يدخلوا جوه الشقة بيتفاجئوا بوجود الست عيشة وبنتها كل واحدة نايمة في أوضتها وعلى سريرها، لكن للأسف كانوا مجرد جثث هامدة. وبيتصلوا ساعتها على الشرطة اللي بتوصل بسرعة وبينقلوا جثث الضحايا لمصلحة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وتبدأ الشرطة تكثف تحرياتها وتجمع معلومات علشان تقدر توصل للجاني. بس المشكلة إن ما كانش فيه أي كاميرات مراقبة في القرية كلها، وده صعب مهمة الشرطة. وقتها ما كانش فيه أي خط يوصلهم للقاتل، بس علشان ما فيش جريمة كاملة الشرطة فرغت آخر مكالمات عملتها الست عيشة وبنتها عن طريق أرقام تليفوناتهم من شركة الاتصالات، وعن طريق شركة الاتصالات بتعرف بيانات صاحب الرقم ده وتعرف انه بيشتغل سباك واسمه إبراهيم. وطبعا بعد شهادة الجيران أكدوا ان الست عيشة كانت لسه عاملة صيانة سباكة كاملة لشقتها، وبكده الشرطة اتأكدت ان الأسطى إبراهيم هو القاتل فتم القبض عليه. وبتفتيش بيته بيلاقوا تليفون الست عيشة وبنتها مخبيهم في دولاب أوضة النوم بتاعته، وبعد مواجهته اعترف بكل حاجة. أما باقي المسروقات فكان باعهم لبعض الأشخاص اللي تم القبض عليهم هم كمان، وكان في حوزتهم المسروقات. وبيتحول بعد كده الأسطى إبراهيم السباك لمحكمة الجنايات في سنة 2016 علشان يكون الحكم عليه هو الإعدام، عشان استغل الست عيشة المسكينة هي وبنتها. بس السؤال هنا، يا ترى مين الغلطان؟ الست عيشة لأنها أمنت لواحد زي الأسطى إبراهيم، ولا إخواتها وأهلها اللي محدش منهم كان بيودها ويزورها فبانت قدام الناس إنها فريسة سهلة وكانت صيدة سهلة هي وبنتها للأسطى إبراهيم؟ الله يرحمهم هما الاتنين ويحسن إليهم.